مرحلة زي ما اتفقنا والمريض جاي يستلم النتيجة، خدها منه واقراها له عشان تطمنه عليها. لو لقيت فيها abnormality شوف الabnormality دي ممكن توصلنا لايه. يعني واحدة عاملة صورة دم وطالع عندها الهيموجلوبين قليل والام سي في والام سي اتش قليلين بتوع كرات الدم الحمراء، هقول لها طب ما حضرتك محتاجة تعملي ايرن علشان خاطر حضرتك لازم هتاخدي علاج ونقدر نتابع ونشوف نقص الهيموجلوبين ده عامل انيميا واضحة عند حضرتك. يعني نقص فيتامين د ولا نقص اسفة في الايرن ولا لا، في الحديد ولا لا، او اي حاجه تانية. حد طلع عنده سكر فهنقول له على القلب ومنكريات ريشيو، حد طلع عنده دهون عاليه فهنقول له حضرتك خلي بالك انت ممكن تحتاج تعمل كاردياك ماركر وتتابع بالحاجات بتاعه القلب عشان لك، او تعمل هوموسيستين او تعمل كذا، لان الحاجات دي بتزود احتماليه ان حضرتك تبقى عرضه لمشاكل الاوعيه الدمويه والقلب في حاله انه الدهون بتبقى عاليه. اذا انا النتيجه وانا بطمنه عليها، وفي كومنت بيبقى كاتب، احيانا الوحده بتبقى كاتبه ريكومنديشن لحاجات اقراها له، فانا هنا قدرت ان انا اعمل بروموشن في الثلاث مراحل اللي شفت المريض فيهم، مش بس مرحله واحده فيهم. تمام، فده موضوع مهم